هجمات المرتده باس حلوه برشا والانطلاق ويمشي بالكره يمشي ويوصل الكره رقم 7 النفاذ بونغوندا خطيره وهدف خطيره وجول جول 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 اسباس دي سيلتا دي فيغو 64 دقيقه في المباراه 1-0 السيلتا عن طريق ياغو اسباس في اول كره على المرمى في اول تسديده على المرمى ويسجل ثاني هدفه بالكوبا وفي الدقيقه 65 يعطي هدف مهم جدا للسيلتا. شوف الكونتر اتاك شوف شيء دانيلو فارغ شوارع اوتوسترادا مارسيلو عباره عطاه باس واسباس عباره على بينالتي ضربه جزاء حط الكره هدف هنا الباس وهنا ضربه جزاء واسباس جول افضل السيلتا دي فيغو 1-0 السيلتا في قلب البرنابيو. هذا ما يفسر كرة العالم كل دفاع السيلتا يمشي توني كروس مودريتش ريال مدريد ويوصل كرة خطيرة والدفاع بامتياز ومارسيلو هدف التعادل كيما جات. شوف الكرة خذوها بالراس كرة رشحها وضربها كيما جات الكرة في الشبكة هدف لهدف عن طريق الرائع مارسيلو فييرا هدف التعادل لريال مدريد. كرة أخرى رجع بطريقة خاطئة من الدفاع كان ممكن براسه يحطها يعني ويبعد الخطر تقريبا نفس الخطا اللي عمل مارسيلو عملوا ظاهر مايو والنتيجة 1-1 والمباراة تنطلق والسيلتا يسر والكرة راس خطيرة جول 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 هاي المباراة الآن جول دي سيلتا دي فيغو 2-1 في الدقيقة 70 يا فرحة ما دامتش والخسرة ترجع في مدرجات استاد البرنابيو. أي خطأ ودفاع ضايع في الوسط خرج. شوف الكرة مقطوعة هو الكرة في العمق في اللاكس المحور ما فماش دانيلو ما يغطيش وراموس بعيد هو الكرة في 2-1 لفريق ونادي السيلتا الرائع دي فيغو 2-1 للسيلتا دي فيغو 2 سيلتا 1 ريال مدريد. مباراة تنطلق في الدقائق الأخيرة تصبح مثيرة.